اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند، وانا هنا هتكلم عن انطباعي لمسلسل حشاشين، وده بكل تاكيد هو رايي الشخصي عن العمل كمشاهد. شايف ان العمل فيه نقاط قوه ونقاط ضعف. طبعا انا مخلص السكريبت بتاع الفيديو ده من اخر يوم في رمضان، ولكن طبعا علشان دخول العيد والمعايدات والاهل والزيارات والحاجات دي كلها فانا تعطلت عن تسجيل الفيديو ده، وانا عارف ان متاخر قوي ان انا اتكلم عن العمل، بس علشان انا تعبت في كتابه السكريبت شويه وقعدت اجمع شويه معلومات، فقلت برضه هعمله ايا كان بقى، حتى لو ما جابش اي مشاهدات مش مشكله. هتكلم معاكم عن نقاط القوه واللي هي بتتمثل في قوه الانتاج هنا. فقبل اي حاجه في الدنيا، بيتر ميمي قدر يطلع صوره مرئيه مبهره جدا على المستوى البصري من ناحيه التصوير السينمائي والمؤثرات البصريه وحرفيه استخدام السي جي اي هنا. فحقيقي شفنا قوه انتاجيه في غايه القوه، وده مؤشر قوي جدا اننا رايحين في حته حلوه قوي في الانتاج السينمائي المصري، ينافس كمان الانتاج العالمي. تاني حاجه هي الموسيقى التصويريه. موسيقى امين بوحافه وبدون اي شك هي من عناصر قوه الحشاشين، وهي عامل مساعد قوي جدا بيساعدك على ترقب الاحداث الجايه، ومديه طابع وروح للعمل. خلق حاله من المتعه السمعيه اللي ما تقلش نهائي عن المتعه البصريه اللي بنشوفها، ودمج الاصوات البشريه مع الموسيقى هنا نقلتها في حته تانية خالص. وطبعا كلامي مش عن الوشوشه اللي كانت بتحصل واللي بتدي لك احساس انهم بيحضروا عفاريت مثلا، لان ده كان اسوأ ما في الموسيقى التصويريه، ولكن اجمالا حبيتها جدا وليها تاثير عالي. وبرضه من عناصر قوه العمل هي التمثيل لا شك، استثناء شخصيات زي عمر الخيام وملك شاه والامام الغزالي وبارك يارق، ولكن نظام الملك وزيد بن سيحون وبرزق أميد وحسن الصباح، واختيار الجنود السلجوقيين زي يحيى وتيفور وسليمان، فدي شخصيات تم مذاكرتها كويس جدا وتجسيدها بشكل لائق، واتبذل فيها مجهود قوي، وكان واضح جدا الكلام ده حقيقة. ولو كان في أي تقصير من تشبع الشخصيات نفسها بالأحداث التاريخية فده يرجع للكتابة مش للممثلين دول تحديدا. هم عملوا كل اللي على الورق وزيادة كمان، وأخدنا منهم جرعة تمثيلية تعدل المزاج حرفيا. تحديدا أحمد عيد في شخصية زيد بن سيحون، الحقيقة أحمد عيد عمل دور عمره في الشخصية دي، عايزين نشبع منه بقى ونديله شخصيات تقيلة يمتعنا بتجسيدها. اللي فاجئني هنا هو سامي الشيخ في تجسيده لشخصية برزق أميد. سامي الشيخ من بداية ظهوره على الشاشة وهو خاطف للأنظار، وكمان تحوله من سجان تابع للدولة السلجوقية وخيانته للسلطان نظام الملك وتصديقه لحسن الصباح إلى أن أصبح تابع لحسن الصباح ومن أهم 3 أضلاع لطائفة الحشاشين، الحقيقة نفذه بشكل عبقري وممتع للمشاهدة. قدر يوصل للمشاهد مشاعر كراهية غير طبيعية عن برزق أميد. أما بالنسبة لكريم عبد العزيز فده شهادتنا فيه مجروحة للأسف، وأنا مش هتكلم غير عن المشهد الأخير اللي قدمه في المسلسل، هو ده عادية الحقيقة. أثبت لي إن عندنا عناصر تمثيلية عبقرية. المشهد الأخير ده كفيل إنه يوضح لك مدى تعمق كريم عبد العزيز داخل الشخصية اللي كان بيلعبها، مسكها على الهادي كده لغاية ما وصل بيها لحتة خرافية. أنا شخصيا استمتعت بشكل مش طبيعي من الديالوج طالع منه بعبقرية تخلي جسمك يقشعر وعينك تدمع. فكرني بالدكتور يحيى الفخراني في مسلسل والنوس، في مشهد معين كده وصل بيه نضج الشخصية إلى أن نسي نفسه تماما وصدق فعليا إنه شيطان. أما بالنسبة لنقاط الضعف في العمل ده فمع كل أسف كانت تتمثل في الكتابة واللهجة واختيار ممثلين أدوا أدوارهم بشكل ضعيف. وهبدأ بالأدوار اللي كانت محتاجة شغل أكتر من الممثلين، تحديدا الممثلين هنا زي عمر الخيام اللي قدمه نيكولا معوض. تجسيد نيكولا معوض لعمر الخيام هنا كان سكريبتد بشكل مش طبيعي، بمعنى انه قدم اللي على الورق فقط بدون اي مجهود يذكر في مذاكرة عمر الخيام وفهم ابعاد الشخصية، لان دي شخصية يطلع منها تجسيد عظيم. واللي ضايقني اكتر ان بعد تقدم عمر الخيام في العمر نيكولا معوض ما حاولش حتى يغير من نبرة صوته ولا ادائه الجسدي، نفس التون اللي شفناه منه وهو اقل عمرا، مع ان الميك اب والهير ستايلنج ليه ما كانش سيء، وتقفيلة الشكل العام للشخصية كان جيد الى حد ما، ولكن الروح ما كانتش موجودة، وتماسك الشخصية يؤسفني وصفه بانه منعدم. وكمان شخصية الامام الغزالي، وهنا هدمج حاجتين مع بعض منهم اللهجة والتجسيد. دي كاركتر ما ينفعش غير انها تتكلم لغة فصيحة، لا تليق ابدا اللهجة العامية بالامام الغزالي. ونضال الشافعي كان بيلعب الشخصية هنا بنفس التون طول احداث العمل، ما شفناش منه تعبيرات بالشكل الكافي. الشخصية هادية طول الوقت، وطريقة القاء الخطب هي نفس الطريقة وغير مشبعة كمان بالاحداث، لدرجة انها لو كانت مش موجودة ما كانش هيبقى ليها تأثير في احداث العمل. وشخصيات السلاطين هنا ملك شاه وبارك يارق للاسف غير موفقين، كنت مستني اشوف منهم اداء اقوى من كده بكتير. الناس دي جايه تنفذ كلام على ورق بدون روح للشخصيات نفسها، واقدر اوصفهم هنا انهم كاركتر اكتور بيقدموا الشخصيات بشخصياتهم الحقيقيه.
اما بالنسبه للهجه، انا الحقيقه شفت البودكاست اللي ظهر فيه صناع مع ذكر مبررات كلها بتصب في جماهيريه العمل وسهوله تقبل العمل ده على المشاهدين، واللي بسببها استخدموا لهجه خفيفه على الاذن. الحقيقه ده ما فيهوش اي منطق. عمل زي كده تركن فيه المشاهدين على جنب وتهتم اكتر بطبيعه الشخصيات والفتره الزمنيه اللي بتدور فيها الاحداث، وتركز اكتر في ملحميه الحوار وحدته وتجسيد الشخصيات بشكل ملحمي، وتوصل لتفاصيل كل شخصيه انت بتقدمها. ملحميه الحوار نفسها هي اللي هتخلي العمل يظهر وينتشر، وتقدر تستخدم لغه فصيحه اقل بلاغه خفيفه على الاذن، زي اللهجه الروائيه اللي بيستخدمها روائيين زي بهاء طاهر ودكتور احمد خالد توفيق واحمد مراد. فانا شايف ان التركيز على القصه والحوار اهم بكتير جدا من استخدام لهجه عاميه لغرض انتشار العمل. وهدي لك مثال على ده من افلام قصتها نفسها فيها شغل يتعمل يجذب الجمهور اكتر من اللي اتنفذ، زي فيلم اوبنهايمر. نولان هنا ما اداش التركيز كله على اختراع القنبله الذريه، وركز اكتر في الحوار والجوانب النفسيه للشخصيات، وما طلعش غير بمشهد تفجير واحد بس في العمل كله، مع ان ده فيلم بيتكلم عن القنبله الذريه. فكل اللي داخل يشوف عمل زي كده كان متوقع يشوف تفجيرات للصبح بقى وانهيار دول وملحمه من الدمار والتفجير، لكن نولان ما عملش ده وقدم لنا عمل يتسجل في التاريخ. وكمان فيلم باراسايت، اللغه الاصليه بتاعت فيلم باراسايت هي اللغه الكوريه، ولكن احنا كعرب استمتعنا بشكل مش طبيعي بالعمل. ليه؟ نظرا لقوه الحوار والبناء الدرامي والتويستات اللي كانت موجوده في القصه. وانا هنا مش بقلل اطلاقا من العمل، لانكم قدمتوا لنا شغل يحترم بكل تاكيد، ولكنكم مركزين على اهميه انتشاره اكتر من تركيزكم على الاهتمام بالتفاصيل، لان اللهجه العاميه لا تليق بالفتره الزمنيه اللي بتدور فيها الاحداث، ولا تليق بالتاريخ والشخصيات اللي اتقدمت لنا على الشاشه، وده بكل تاكيد من وجهه نظر الشخصيه كمشاهد. اما بالنسبه للكتابه، فاللي انا شفته ان الكتابه هنا كانت عايزه مذاكره وقراءه اكتر في التاريخ، واللي خليني اقول كده هو خلق قصص دراميه بخطوط دراميه اساسيه في العمل ملهاش اي اساس من صحتها تاريخيا، بغرض ان العمل يكون فيه نوع من انواع تعاطف الجمهور مع الشخصيات. انتوا ليه تعملوا كده اصلا والقصه نفسها فيها احداث تطلع منها دراما مثقله تاريخيا بدون الاحتياج لخلق قصص جديده، وتقدر كمان تشبعنا بمشاهد حربيه وقتاليه تزود بيها ثقه للعمل، وتمتعنا كمان بيها بصريا، وتحكي لنا قصص ليها اساس تاريخي يمتعنا ثقافيا اكتر، وكمان تقدم لنا شخصيات تاريخيه نفسنا نشوفها مجسده على الشاشه العربيه. لان القصه اصلا بتدور في فتره من التاريخ ظهر فيها كل الشخصيات المؤثره في التاريخ الاسلامي، فبكل اسف حصل خربطه للتاريخ هنا بشكل مش طبيعي، خصوصا في الفتره الزمنيه اللي كانت في الحلقه 29 للحلقه 30. فين الاحداث اللي حصلت في الفتره دي؟ وهل معقول ان الاحداث دي كانت غير مؤثره على حسن الصباح علشان تخلي كل النوستالجيا بتاعته وزوجته وابنائه اللي هو قتلهم بقرار منه اساسا؟ هل معقول انك تجمد الفتره دي من التاريخ وما توضحش اي تاثير على الشخصيات من الاحداث اللي حصلت في القفزه الغير منطقيه من الزمن دي؟ ومش بس اللا منطق شفناه في الجزئيه دي، اللا منطق موجود كمان معانا من بدايه المسلسل، بان عمر الخيام ونظام الملك وحسن الصباح كانوا اصدقاء طفوله، لان فترات ميلادهم مختلفه. نظام الملك اتولد سنه 1018 وحسن الصباح اتولد سنه 1050 وعمر الخيام اتولد سنه 1048. فحسن الصباح وعمر الخيام بيفرقوا عمريا عن نظام الملك بحوالي 30 سنه. كمان حسن الصباح ما كانش ليه اي مناصب داخل السلطنه السلجوقيه زي ما شفنا في بدايه العمل، فالسيناريو للاسف كان محتاج شغل اكتر من كده واستناد للتاريخ بشكل يليق بالقصه. بس في المجمل اتقدم لنا حاجه محترمه، على الاقل دفعتنا للقراءه والبحث ما وراء الشخصيات، وفتحت عقولنا على فتره مهمه جدا في التاريخ. فكل الشكر والتقدير ليكم على صناعه العمل ده، وبكل تاكيد مع اختلافنا، ولكن ما نقدرش نختلف انكم انتجتوا شيء يليق ويشرف الصناعه المصريه. وبس كده، ده كان رايي ووجهه نظري عن مسلسل الحشاشين. اتفقتم او اختلفتم معايا في الراي، ولكن كل الاراء هدفها الاساسي هو الارتقاء بالصناعه وتقديم ما هو افضل. وهنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تاكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.